مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم عندنا موضوع اللي دار ضجه كبيره في هذه الساعات الاخيره على مواقع التواصل الاجتماعي ومازال كتصدر العناوين في مختلف الصفحات والمواقع. القضيه كتعلق بوحده من اشهر الوجوه على اليوتيوب المغربي اللي هي منعمه البدويه. السيده اللي ولفوها المغاربه في يوميتها رجعت للواجهه من جديد، ولكن هذه المره ماشي بفيديو ديال الطبخ ولا فلوق، وانما بقرار مفاجئ صدر من المحكمه الابتدائيه بمدينه فاس بسبب خلاف كبير بينه وبين اليوتيوبر طاهر سعدون واشخاص اخرين. شنو وقع بالضبط؟ وعلاش المحكمه رفضت طلب طاهر سعدون؟ وشنو هي الغرامات الثقيله اللي تفرضت عليها؟ تابعوا معايا دقيقة بدقيقة حتى الاخر ديال الفيديو باش تفهموا القصة كاملة وما يفوتكم والو. ولكن قبل ما نبداو ما تنساش ديروا لايك وتفعلوا الجرس باش يوصلكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم معنا في قناتكم اخبار وان. باش ندخلوا في الموضوع مباشرة بدون مقدمة طويلة. المحكمة الابتدائية في فاس وتحديدا الغرفة الجنحية التلبوسية صدرت هذه الايام قرار جديد في حق مي نعيمة. هذا القرار جا بعد ما ترفعت ضدها شكاية من طرف اليوتيوبر طاهر سعود. الهيئة القضائية وخلال الجلسة العلنية قررت إدانة مي نعيمة وحكمت عليها بسنتين ديال العقوبة، ولكن موقوفة التنفيذ. يعني الحمد لله ما كاينش سلب ليه الحرية، ولكن كيبقى انذار قانوني شديد. ماشي غير هادشي، تفرضت عليها غرامة مالية اللي القيمة ديالها 20,000 درهم، يعني 2 مليون سنت، زائد تحميلها المصاريف القضائية. وأمرت المحكمة باش يرجعوا ليها داكشي اللي بقى من مبلغ الكفالة اللي كانت حاطها في صندوق المحكمة من بعد ما يقطعوا منه هاد الغرامات والصوائر اللي كان كينص عليها القانون. دابا نجيو للشق المدني من هاد الملف، وهنا فين كاينين المفاجآت اللي صدمت بزاف ديال المتابعين لهاد القضية. طاهر سعود اللي كان هو من بين المطالبين بالحق المدني واللي رفع الشكاية، المحكمة قررت عدم قبول المطالبات المدنية ديالو، وبالعكس حملته حتى المصاريف ديالها. هذا القرار خلى بزاف ديال الناس يتساءلوا على السبب اللي خلى هيئة المحكمة تاخذ هذا التوجه. ولكن في الجهة المقابلة كاينة سيدة أخرى سميتها شريفة مرواني اللي حتى هي كانت رافعة دعوة مدنية ضد مي نعيمة في نفس الملف. المحكمة هنا قبلت الدعوة ديالها شكلا ومضمونا، وحكمت لصالحها بتعويض ديال 10,000 درهم أي مليون سنتيم اللي خاص مي نعيمة تخلصوا ليها كتعويض على الضرر اللي لحقها. بزاف منكم كيسولوا شنو دارت مي نعيمة باش توصل لهذا الشيء كامل. السبب الرئيسي وراء هذه المتابعة وهذا القرار كيرجع الاتهامات عندها علاقة بنشر وتداول صور ديال شخص بدون الموافقة ديالو، زائد نشر معطيات وكلام اللي اعتبرته المحكمة غير صحيح وكيمس بالحياة الخاصة ديال الأفراد وكيدخل في خانة التشهير. هادشي كيبين لينا واحد الحاجة مهمة بزاف، وهي أن منصات التواصل بحال اليوتيوب وفيسبوك وانستغرام ماشي فضاء عشوائي يقدر الواحد يدير فيه اللي بغا. أي كلمة كتقال وأي صورة كتنشر بدون إذن يقدر يكون عندها متابعات قانونية كبيرة. القانون المغربي ولا صارم بزاف في مسألة حماية الخصوصية الرقمية وتطبيق القوانين المنظمة للإنترنت. الناس اللي متبعين أيضا القضية كيتساءلوا وبغاو يعرفوا شنو تنشر بالضبط. ولكن باش نكون معكم صريح، الكلمات بالضبط اللي قالت مي نعيمة والتصور اللي تنشرات ما تذكرش التفاصيل العمومية ديال الحكم القضائي ولا في المقالات الصحفية اللي غطت الخبر. وعلاش هذا الشيء؟ كاينين جوج أسباب رئيسية: حماية المتضررين فاش كتكون القضية فيها التشهير ونشر صور بدون موافقة. المحكمة والصحافة الموثوقة كيتجنبوا يعاودوا ينشروا داك الكلام أو يشاركوا ديك التصويره، حيت إلا تعاود النشر ديالهم بحال كيعاودوا يشهروا بالضحايا طاهر سعود وشريفة مرواني وكيزيدوا يضروهم. لخصوصية الملف التفاصيل الدقيقة بحال السكرينات والفيديو الأصلي اللي تمسح كتبقى من أسرار الملف القضائي اللي كيشوفوا غير القاضي والمحامي والشرطة العلمية اللي دارت الخبرة على داك الشيء اللي تنشر. ولكن الخلاصة ديال داك الشيء اللي تنشر حسب الاتهامات هي أن مي نعيمة نشرت صورة ديال شي شخص من هاد المشتركين في مواقع التواصل الاجتماعي، والشخص ما عطاش الإذن ولا الموافقة باش يستعمل صورته، وهذه بوحدها جريمة يعاقب عليها القانون المغربي. ادعاءات كاذبة رفقت ديك الصورة بكلمات ومعطيات اعتبرتها المحكمة كاذبة، وهذا الكلام كان كيمس بالحياة الخاصة ديالهم، يقدر يكون متعلق بالعائلة الشرف أو بأمور شخصية اللي ما خصهاش تخرج للعلن. هذا القرار ماشي هو الأول في مسار مي نعيمة. هذه السيدة دازت من سلسلة ديال المتابعات القانونية في السنوات الأخرى. غير مؤخرا في شهر مارس 2026 صدر حكم آخر في نفس المحكمة في فاس في ملف كانوا متابعين فيه هي وبنتها وزوج بنتها، وحتى هو سالب عقوبات موقوفة التنفيذ وغرامات مالية وتعويضات بسبب شكايات ديال المواطنين. وهذا الشيء كله كيرجعنا لواحد النقطة اللي محورية، وأن المحتوى اللي كيعتمد على الخلافات والمشاكل الشخصية أو ما يعرف بالكلاشات يقدر يجيب مشاهدة طالعة وأرباح في البداية، ولكن في النهاية كيقدر يسالب مشاكل قانونيه وغرامات ماديه اللي كتاكل كاع داكشي اللي يتربح وكتاثر على الحياه الشخصيه والنفسيه ديال صانع المحتوى والعائله ديالو. دابا بغيت نعرف الراي ديالكم نتوما، كيفاش كتشوفوا هاد القرارات اللي ولات كتصدر في حق صانعي المحتوى في المغرب؟ واش كتظنوا ان هادشي غادي يساهم في تنظيف اليوتيوب المغربي من الخلافات ويرجع التركيز على المحتوى الهادي، ولا كتشوفوا باللي الامور خدات حجم اكبر من حجمها الحقيقي؟ خليوا لي اراءكم في التعليقات لتحت، غادي نقراهم كاملين ونجاوبكم. وما تنساوش اللايك الى عجبكم الفيديو، شاركوه مع الاصدقاء والعائله باش يوصل اكبر عدد ديال من الناس، ومروا الاشتراك في القناه باش ديما يوصلكم الجديد. كانت معكم قناتكم اخبار واللي كتجيب الحقيقه ولا شيء غير الحقيقه. شكرا على المشاهده، نتلاقاو في الفيديو الجاي، مع السلامه.